السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. حاليا أنا موجود في الحي المتميز في مدينة بدر، أقرب الأحياء للعاصمة الإدارية الجديدة. الحي ده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده عبارة عن 15 منطقة متخطط تخطيط كويس جدا. في شوارع رئيسية زي ما قلت لحضراتكم بيسموها الحزام الأخضر، اللي أنا ماشي عليه ده حزام أخضر. طريق أسفلت قدام حضراتكم كده زي ما انتم شايفين، وطريق أسفلت الناحية التانية، وفي النص منطقة جزيرة خضراء هتكون في المستقبل إن شاء الله. ده كله هيكون منطقة خضراء في قلب الحي المتميز. طبعا الأسعار زي ما قلت لحضراتكم اللي بتهم الناس، الأسعار بتختلف من مكان لمكان ومن موقع لموقع. يعني بمعنى لو الأسعار على شارع رئيسي زي كده بتختلف غير لما تكون شوارع داخلية في قلب الحي. لما تكون على منطقة خدمات غير لما تكون برضو داخلية جوه الحي. لما تكون على حديقة بتكون مختلفة برضو عن ما تكون جوه الحي. المنطقة الفاضية اللي قدام حضراتكم اللي في نص الحي دي، احنا طبعا في وشنا دي المنطقة ال 12، وعلى ايدينا الشمال في الصورة المنطقة ال 11، وفي النص كده دي المنطقة الفاضية اللي في النص دي كلها دي منطقة خدمات في قلب الحي المتميز. في وشنا كده طريق السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. المنطقة الفاضية اللي في النص دي كلها منطقة الخدمات. قدام حضراتكم هنا في الصورة كده بدأت تظهر المنطقة العشرة، وقصاد مننا الناحية التانية المنطقة 13. بالمناسبة المنطقة العشرة والمنطقة 13 دول أنا بعتبرهم أفضل المناطق في الحي المتميز. ليه؟ عدد القطع جوه المناطق دي صغيرة إلى حد ما، بعكس معظم المناطق. يعني مثلا المنطقة العشرة فيها كل المنطقة كلها 116 قطعة، يعني 116 عمارة. وبرضه نفس القصة في المنطقة 13، عدد القطع فيها تقريبا 124 قطعة، يعني برضه إلى حد ما منطقة صغيرة. دي كده على ايدينا الشمال المنطقة العشرة زي ما قلت لحضراتكم 116 قطعة فقط. مفيش فيها غير شارع داخلي واحد بس، حتى الشارع الداخلي بيبقى رابط بين الحزام الأخضر اللي احنا ماشيين عليه والحزام الأخضر اللي بين المنطقة العشرة والمنطقة الرابعة، علشان الناس تبقى في الصورة. برضو من المناطق اللي هتكون لها وضع في المستقبل إن شاء الله تعالى لما الخدمات تكتمل والمنطقة تكتمل. ليه؟ لأن راسي على الحزام مباشرة، على الخدمات مباشرة اللي في قلب الحي، وبينها وبين الخدمات اللي في اللي في منطقة السويس مفيش دقيقتين بالظبط ماشي على رجليك. يعني انت من هنا لطريق السويس دقيقتين دوب بتعدي المنطقة ال 11 بس بتلاقي نفسك على طريق السويس. بس زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وبعيدها وبزيدها تاني، جميع المناطق في الحي المتميز كلها مميزة بصراحة. يعني كل المناطق فيها خدمات وفيها مميزة عن بعضها، كل حاجة وليها، كل منطقة وليها ميزة عن التانية. يعني زي ما قلت لحضراتكم المنطقة العشرة عدد القطع فيها صغيرة، فهتلاقي عدد السكان حوالين منك صغيرين، مفيش فيها زحمة زي باقي المناطق. في مناطق فيها عدد القطع بتوصل ل 350 قطعة، بيبقى عدد كبير جدا. هنحاول ان احنا ندخل جوه في قلب المنطقه العشرة وناخد فيها جوله كده، طبعا لان هي من المناطق اللي احنا ما صورناش فيها خالص قبل كده. على طول بنصور المنطقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، اللي هم داير ما يدور الحي المتميز. فاحنا هناخد جوله كده ان شاء الله تعالى داخل الحي المنطقه العشرة علشان الناس تبقى في الصوره. اللي في وشنا العمارات اللي في وشنا دي المنطقه التاسعه، يعني دي كده قدام مننا المنطقه التاسعه، وفي ظهرها من الناحية التانية المنطقة التانية والمنطقة التالتة، علشان الناس تبقى عارفة الترتيب بتاع المناطق. هي جاية ترتيب المناطق من على طريق الروبيكي 1 2، وبعد كده 3 4 على الحديقة المركزية وطريق الروبيكي، يعني المنطقة الرابعة في وش الحديقة المركزية مباشرة. المنطقة الخامسة والستة والسبعة واخدين الاتجاه الغربي بتاع الحي المتميز، والشارع الفاصل بين منطقة الفيلات ومنطقة العمارات عشان الناس تبقى فاهمة الترتيب. المنطقة ال11 وال12 طبعا دي منطقة بيت الوطن، اللي هي تعتبر الدولة طرحتها بسعر غالي شوية، فهتلاقي الأسعار فيها غالية إلى حد ما شوية. هي برضو راسية على طريق السويس، فالناس بتفضلها، بتقول لك عايزة حاجة على طريق السويس فيقول لك المنطقة ال11 وال12. وبرضو زي نفس القصة المنطقة ال15 راسية على طريق السويس، فالناس بنغليها فيها على الآخر. يعني الناس بصراحة بحس ان اصحاب القطع في المنطقة ال15 مزودين على الآخر، يقول لك عايز الشقة ب1,000,000 جنيه والشقة ب1,100,000. هي تستاهل، بس الاسعار يعني نطت مره واحده قوي، يعني الاسعار نطت مره واحده في المنطقه ال15.
يعني لسه بنسمع لحد دلوقتي في الحي المتميز الاسعار مثلا 650 داخلي، 750 800 على حزام. بنسمع بقى في المنطقة ال 15 يقول لك مليون ومية اصلا على طريق السويس. معلش انا مش هقعد على طريق السويس يعني، او لما ضيوف اجيب ناس ضيوف اقول لهم تعالوا اقعدوا في طريق السويس. هي وجهات نظر، وطبعا من حكم في ماله فما ظلم، يعني كل واحد بيطلب اللي هو عايزه. بس برضو الزيادة تبقى بالعقل. يعني احنا لسه السنة اللي فاتت او من 8 شهور كنا بنتكلم في 750 و 800 ألف أقساط على 5 سنين، فمرة واحدة نبص نلاقي عايزين 800 ألف كاش ومليون ومئتين ألف كاش. فأرقام بقت كبيرة جدا بالنسبة للناس. أي نعم الحديد سعره ولع يعني، والمواد البناء سعرها غلي جامد. بس في المقابل الاسعار نطت نطة كبيرة جدا. هو طبعا الحي كده كده كان الاسعار فيه بدأت تتحرك. بمجرد ما قالوا العاصمة هتشتغل بدأت الدنيا تتحرك في الحي. وكان متوقع ان الكلام ده هيحصل، والكلام ده قلناه في الفيديوهات القديمة. لو الناس رجعت من سنة كده هتلاقينا كنا بنعرض حاجات في الحي المتميز هنا ب 400 ألف كاش و 450 على 3 سنين، والفيديوهات موجودة ما مسحتهاش. يعني الناس لو دخلت في الفيديوهات في آخر شهر، في شهر 9 و10 و11 و12 2021 وفي بداية 2022 كنا بنتكلم في 400 كاش، 450 على 3 سنين لو حاجة داخلية، حاجة على حزام مميزة. وممكن كانت تبقى نص تشطيب كمان. كانت الناس بتتكلم في 500 و550 ألف على 3 سنين. فكانت الناس برضو بتتصل وبتقول لي يا باشمهندس الاسعار عاليه. دلوقتي الاسعار بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لحضراتكم اقل حاجه في الشوارع الداخليه. يعني ده مثلا احنا دلوقتي موجودين على حديقه الحي المنطقه العشر. يعني مثلا هنا هناخد مثال هنا قدام حضراتكم. المنطقه اللي احنا فيها دي هتسمع فيها مثلا 750 650 الف كاش، يعني على حسب بقى كل واحد ودماغه. ده كده قدام حضراتكم دي المفروض كلها الحديقه بتاعه المنطقه العشره. زي ما قلت لحضراتكم من المميزات بتاعت المنطقه العشره ان هي ما فيش فيها غير شارع واحد بس داخلي. كل المنطقه مميزه. المنطقه الجنوبيه على حزام اخضر، المنطقه الشماليه على حزام اخضر. وفي قلب الحي في قلب المنطقه العشره الحديقه اللي قدام حضراتكم، وداير ما يدور الحديقه دي عمارات على حديقه مساحه مفتوحه قدام منهم. حتى الشارع الوحيد الداخلي جوه المنطقه العشره رابط بين الحزامين. يعني بسم الله ما شاء الله منطقه مميزه جدا ومنطقه كويسه. ونفس القصه المنطقه ال 13، يعني المنطقه ال 13 المنطقه العشره يعتبر هما الاثنين توأم لبعض. بيتوسط بينهم منطقه الخدمات، منطقه خدمات كبيره جدا، لا يكون فيها المولات ويكون فيها المدارس ويكون فيها المستشفى الموجوده في قلب الخريطه. علشان الناس لو حابه تبص على الخريطه، لا نزل خريطه الحي المتميز في مدينه بدر هتلاقي في قلب المنطقه في المسافه الوسط المسافه بين المنطقه 13 والمنطقه العشره هتلاقي منطقه خدمات كبيره جدا. يعني ده كده بدايه الشارع الداخلي اللي قلت لكم عليه، من جاي من الحزام كده وهنمشي فيه هناخد يمين لحد ما نطلع من الناحية التانية. زي ما حضراتكم شايفين ده كده يعتبر شارع داخلي. عرض الشارع هنا 15 متر عشان الناس تبقى عارفة. عرض الشارع 15 متر. هنا برضو مثلا هتسمع اسعار مثلا 650 الف كاش، يعني 650 الف كاش. اللي على الحديقة مثلا ممكن يبقى مميز شوية، ممكن تسمع فيه 700 الف كاش. طبعا التقسيط كان زمان معظم الناس بتقسط. النهارده يعني في ناس كتير رافضه فكره التقسيط علشان كل يوم اسعار مواد البناء بتتغير. فاي حد بيشتري النهارده هو اللي كسبان، واي حد بيبيع خسران عشان الناس تبقى في الصوره. مهما كان هو حقق مكاسب، يعني كان شاري الارض رخيصه، كان باني وقت الدنيا ما كانت رخيصه. لو سابها شويه برضو الاسعار بتتحرك والاسعار بتزيد. فالنهارده المنطق بيقول اي حد هيشتري النهارده بسم الله ما شاء الله كسبان. دي كده منطقه خدمات زي ما حضراتكم شايفين. دي منطقة خدمات اللي هي بين المنطقة العشرة والمنطقة ال 13. زي ما انتم حضراتكم اي حد النهارده بيشتري حتى مهما كان سعر غالي بس هيكسب، يعني ايه كسبان ان شاء الله تعالى، لان العقارات ما بتزعلش حد. وكل يوم المنطقة هنا سعرها بتتحرك، وخصوصا لسه كمان لما العاصمة هتشتغل قصاد مننا هناك. فالمكان برضو سعره هيتحرك تاني وتالت ورابع، ولسه في جولات من الزيادات موجودة في الحي. بخلاف برضو اسعار الحديد رفعت او نزلت، كده كده المكان هيزيد. زي ما حضراتكم شايفين هنا عمارة فيها سكان وبدأ الناس تسكن هنا، يعني
برضو بسم الله ما شاء الله الدنيا يعني واحدة واحدة هتبص تلاقي المكان بيتحرك في الحي المتميز. زي ما حضراتكم شايفين يعني الى حد ما يعني بدأت الناس طبعا الناس محتاجة ان مهلة المباني تخلص بقى علشان خاطر نبدأ نضغط على الجهاز علشان ينزل يظبط بعض الحاجات في المحي. طبعا مطلوب ان لما بنتكلم مع الجهاز في موضوع الراتش الموجود في الطرق، موضوع تظبيط الشوارع الرئيسية والحدائق الموجودة، بيتكلموا طبعا ان لسه في بعض القطع ما اتبنتش، فغالبا يعني بيبقى في مشاكل بعد كده في الراتش تاني، فبيقول لك لا استنى لما مهلة المباني تخلص ونرجع نشطب كله مرة واحدة ونشيل كله مرة واحدة. بس احنا طبعا بنقول يعني لو المكان نضف والمكان اتظبط الناس هتشجع بعضها وانها تيجي تسكن ان شاء الله تعالى. يعني خلاص يعتبر بنسبة 90% القطع الموجودة في المنطقة خلاص معظمها اتبنت، باقي حاجات بسيطة خالص والمكان يكون مكتمل بإذن الله تعالى. دي كانت جولة سريعة في قلب الحي المتميز في مدينة بدر. الناس ما تنساش تعملوا لايك للقناة لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت بتتفرج على اليوتيوب. لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.